هل تتخيل أن تمثالا لا يتجاوز طوله نصف متر كان قادرا وفق معتقدات المصريين القدماء على أن يعمل بدل الملك نفسه في العالم الآخر؟ انتظر، سأروي لك هذه الحكاية العجيبة. هذا أشابتي نادر، نحت من الخشب وطلي بطبقة من الذهب تتوهج كالشمس، ويصور الملك توت عنخ آمون شابا رشيقا متوجا بتاج خبرش، ويزين صدره قلادة ذهبية عريضة، يمسك التمثال بشارات أوزير، وتحت يديه نقش قصير من الفصل السادس من كتاب الموتى، نص يأمر الأشابتي بأن يستيقظ ويعمل بدل الملك، وفيه يقال: إذا دعيت أيها الأشابتي للزراعة، لري الحقول، لنقل الرمال، فعليك أن تقول: ها أنا ذا. والأعجب من ذلك أن النقش أسفل قدميه يذكر أن ضابطا يدعى مين نخت قدم هذا التمثال هدية للملك ليخدمه في الحياة الآخرة. ارتفاع التمثال 48 سنتيمترا، وصنع من الخشب والذهب والبرونز، واكتشف داخل مقبرة توت عنخ آمون من الأسرة 18 في الدولة الحديثة، وهو موجود حاليا في المتحف المصري الكبير. فأخبرني، إذا كان الأشابتي يعمل نيابة عن صاحبه بعد الموت، فما بالنا نحن لا نزال نعمل ونحن أحياء؟ تابع للمزيد من أسرار توت عنخ آمون، ولا تنسى مشاركة الريلز إذا أعجبتك الحكاية.